انا قررت اعمل منتخب اسكندريه لكل المواليد، والبدايه هتكون من برج العرب ومواليد 2009. ومعايا 3 لعيبه من 2008، ولو انت لعيب كويس من 2010 2011 تقدر تكون موجود معانا. لكن قبل ما اقول لك اي تفاصيل اضافيه، خليني اقول لك ان بدايتي كمدرب كانت عاديه، لكن هدفي من البدايه كان كبير. كنت دايما بقول لنفسي ليه ما عليكش في الناس الحاجه اللي ما اتعالجتش عندي، واساعد كل شباب مصر يوصلوا للمكان اللي هم بيحلموا يوصلوا. ومع احترامي لكل اللعيبه اللي انا دربتها خلال السنين اللي فاتت، كان فيهم لعيبه كويسه، بس منهم كتير اللي بطل ووقف وضيع وقتي ووقته. عشان كده المره دي انا مركز وكويس جدا في اللي بعمله، وواثق ان هعمل كتير، وهدفي ان ابقى مدرب. مدرب، بس مش مدرب كبير ولا كلمة حاجه. كلمه مدرب في حد ذاتها هي كلمه كبيره، وللاسف دلوقتي بقت بتتقال لناس كتير. بس هل فعلا انت بتأدي دورك في الوظيفه او المهنه دي؟ هل فعلا تستحق انك يتقال عليك مدرب؟ عموما الهدف من المنتخب ده الغرض منه تسويقي لا اكتر ولا اقل، عشان انا عارف ان ناس هتزعل، ممكن كمان مدربين تزعل، وممكن كمان انديه تزعل، وده مش هدفنا والله. هدفنا نعمل حاجه تفيد المكان ولعيبه المكان. في الاول وفي الاخر اللي عنده مشكله مع الحاجه دي هي مش اجباري ولا حاجه. عموما التفاصيل كلها هتنزل الفيديو الجاي. كل اللي انا محتاجه منك في الفيديو ده انك تعرفني في الكومنتات اذا انت داعم للفكره، وتصلي على النبي، وخلينا نشوفك الفيديو الجاي. سلام.